وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب. الفيديو بقى ده طبعا تشطيب نهائي كده للشقة يوم الوقفة بالليل. بعد ما عرفنا بقى طبعا ان العيد يوم الجمعة. قمت بقى على طول شلت الكسوة من على الكنب، ورحت فرشة على البيضات الحلوة دي جايباها جديدة. ومسحت الأوضة عشان قبل ما افرش السجاد. خلاص. وفرشت طبعا الستاير، وطقم السرير ده برضو جايباه جديد، جايباه مع البيضات مفصله، شكله حلو قوي. كده بقى كنت خلصت الاوضه، كنت مسحتها زي ما شفتوا، وفرشت كل حاجه فيها، وبقت زي الفل. دخلت بقى على المطبخ، كنت برضو عامله الشفاط والحيطان والبوتاجاز وغسل المواعين. كان فاضل برضو على ان أنا افرش برضو السجاده فيه. السجاده اللي كانت فيه غسلتها، قلت بقى في عندي موكيته تانية بديل، يعني وبعملها بفرشها قصد السجاد. قلت هفرش الموكيت. جبت برضو المساحة كده وعملته، وبعد كده رحت فرشاه ومرجعه كل حاجة مطرحها. عشان كان فاضل لي برضو في الحاجات في الاكل برضو ما كانتش خلصت. يعني كنت عملت حاجة بالنهار، وكان في حاجات برضو ناقصاني ان انا اعملها بالليل. دي بقى الكنبة التالتة حطها في الصالة، فرشت برضو عليها البيضات. وبعدين دي الستارة اللي بتاع الصالة هي اللي كانت فاضلة. اما بتاع اوضه النوم والاوضه اللي بره كنت عاملاها برضو قبلها. دي بقى عشان بتبقى راسي على الارض كده، بتاع الصاله ديت، فما بفرشهاش الا لما بكون فرش السجاد. خلاص. يا ريت بقى لو انت اول مره بتشوفي قناتي ومش مشتركه تنوريني باشتراكك، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش بقى تعملي اللايك ومشاركه مع اصحابك وحبايبك. دي خلاص بقى كنت فرشت الستاره، شكلها حلو قوي. اللي فرشت الشيفون، حطيت الشيفون، وبعدين حطيت اللي هو الستاره تبقى بره اللي هي التقيله. ولميت واحده وفوت التانية مفروضه زي ما انت شفتها كده. خلاص. ده بقى كان الورق اللي انا كنت حاشيه بالنهار زي ما قلت لكم، وكان فاضل البتنجانه والكوسه. كان صبعي بقى متعور، فكنت حاطه عليه الصباع كده طبي عشان اعرف اكمل بيت المحشي. بعمل البتنجانه والكوسه في حله واحده. ده الترمس بقى كنت جايباه قبلها بيوم، لقيته كويس، وبعدين كده سلقته وغسلته كتير بميه بارده. وبعدين بحط عليه ليمون، 3 4 ليمونات كده بعصرهم، والقشر برضو بحطه في قلب الميه، وبحط عليه كمون. وبعدين بحط عليه طبعا الملح وشوية شطة، بيبقى حلو قوي. كل سنة وانتم طيبين.